هارد لك لكل الانتراوية وكل اللي كانوا عامة بيشجعوا الانتر في الماتش ده. خلينا بس نتفق على شوية حاجات قبل ما نتكلم في الماتش، عشان بس ما حدش يعمم كلام او حاجة. خلينا نتفق ان انزاجي هو من انجح المدربين اللي جت في الانتر في اخر 20 سنة، واحد انجح المدربين او اللي عملوا شكل الانتر واللي عملوا كورة في تاريخ الانتر. يعني انزاجي سوف يتم ذكره يعني. فدي حاجة ما فيش فيها شك. لكن احنا بنتكلم على ماتش، وهل الماتش دوت انتر عمل اللي عليه ولا ما عملش اللي عليه. خلينا برضو نرجع لنقطة تانية، ان اهداف الادارة مع الفريق كانت واضحة. ان هدف اول هو النجمة التانية واللي هي ان شاء الله هتتحقق. هدف تاني الوصول لابعد مدى في دوري الابطال، وده للاسف خلاص. هدف تالت السوبر، ده اتحقق. هدف رابع كاس ايطاليا، وده ما اتحققش. لكن طبعا الهدف الاساسي هو النجمة التانية. خلينا نتكلم ان اللي حصل النهارده والخروج المهين اللي حصل الانتر النهارده هو نتيجة. هو في غلطات قديمة النهارده بقى الانتر دفع ثمنها، وفي غلطات جوه الماتش. خلينا نتكلم بالغلطة القديمة، ودي لو حد شاف انا ما عملتش فيديوهات كتير. لو حد شاف في فيديو، اول فيديو عملته كان يوم 6 يناير بعد ماتش هيلاس فيرونا، حتى عملت منه شورت كده واتكلمت فيه ان الانتر لازم في يناير يجيب مهاجم تالت. لازم. يعني انت واحد خطتك معتمد على 2 مهاجمين، فما ينفعش يبقى هما الاتنين اللي بتبدأ بيهم ما عندكش حد بره. خصوصا ان انت شفت ان ارناتوفيتش بدنيا ما كانش احسن حاجة، وجاله مزق في الخلفية. فده بيديك انديكيشن ان الراجل اللي عنده مزق في الخلفية ده ممكن يحصل له شد، ممكن يتصاب تاني، خاصة ان هو كبير في السن، كتلة عضلية. فالإصابات كتير ممكن تكتر معاه. فدي كان شيء أنت تجاهلته. والمهاجم التاني اللي معاك سانشيز هو راجل يعني عنده 36 سنة، وعلى قد اللمسات اللي بيديها لك لما تحتاجه، مثلا آخر 10 دقايق، آخر 5 دقايق، الكلام ده ينزل يزيد مع الناس اللي موجودة، مش يبقى هو حد واحد فيهم. لكن الغريب ان شهر يناير عدى وانتر ما جابش اي مهاجم تالت، وهو بيلعب في خطته بمهاجمين. عكس مثلا الموسم اللي فات انتر كان بيلعب ب2 مهاجمين، لكن مين مهاجمينه؟ لوتارو، تزيكو، لوكاكو. السيزون اللي قبله لوتارو، تزيكو، سانشيز من 3 سنين كان حاجه. ده حتى ما كفاش انزاجي الكلام ده، وراح في يناير لو تفتكروا جاب كايسيدو من دكه لاتزيو، ورغم ان هو تقريبا قعد ما لعبوش، بس قال لك لا لازم يبقى في مهاجم رابع. هو السنه دي قال لك لا انا مش عايز اصلا مهاجم تالت، انا كفايه اللي معايا باصاباتهم بسنهم بكل ده. هتيجي تبص على ميلان، هتلاقي ميلان الكحيان عنده جيرو وعنده اوكافور وعنده يوفيتش، وهو بيلعب بمهاجم واحد. هتبص على يوفي الجربان، هتلاقي عنده ميلك، عنده ييلدز، عنده فلاهوفيتش، عندهم اللي هو موسيكين. وهم بيلعبوا 2، عندهم 4 مهاجمين، وكيزا ساعات بيخش كمان. لكن انت عندك ترام ولوتارو بس، وده اللي ماتشات الدوري غطته. لكن انت اتفضحت بيه النهارده، ان انت بدأت بلوتارو و... وترام كان النهارده مديك فورمه ولا أسوأ ولا احقر. تمام. ومش قادر تطلعه لحد خلاص هتطلعه، نزلت سانشيز لانك ارناتوفيتش مصاب. وسانشيز طبعا بقى ايه ماتش زي ده بدني بالمنظر ده، وسانشيز بقى ايه يكمل اكسترا تايم. طبعا جه عند ضربات الجزاء ما كان شاف قدامه تقريبا. العكس، بص على اتلتيكو مدريد، هو عنده اصلا بيلعب زيك. هو عنده موراتا مهاجم منتخب اسبانيا، عنده جريزمان مهاجم منتخب فرنسا، ودكته ديباي مهاجم منتخب هولندا. وده اللي جاب له، وده اللي كسبه الماتش لما احتاجه. انت لما احتجت حد بره ما لقيتش حد. فدي غلطه انت دفعت ثمنها النهارده، وقلناها يا انتر لازم يجيب مهاجم ثالث، لازم يبقى عندك مهاجم ثالث. نيجي بقى النهارده بعد الموضوع دوت، نيجي للماتش بتاع النهارده، وهو غلطات انزاجي.
كمية غلطات من إنزاجي أنا مش مستوعبها. يعني اللي يبص يقول لك ده مدرب مبتدئ، يعني غريب. نبتدي من أول التشكيل. أنت لو جبت أي واحد ماشي في الشارع، أي واحد ماشي في الشارع كده بيتفرج على ماتشات لإنتر ولا حاجة، هتقول له يا ابني هو إيه، يعني إيه أقوى تشكيل لدفاع الإنتر؟ التلاتة اللي ورا. هيقول لك بافارد يمين، أشيربي في النص، باستوني شمال. تقول له ديفراي، هيقول لك لا، ديفراي ده الاحتياطي بتاع اشيربي، بيلعب لما اشيربي مصاب لحد ما اشيربي يرجع يلعب. ليه؟ عشان اشيربي في المان تو مان هو مفيش مهاجم ما بيحطوش في جيبه. ولنا في ماتش نهائي الشامبيونز ليج عبره ان هالاند بجلاله قدره ده ما عملش اي حاجه مع اشيربي. فانت بتيجي ماتش النهارده هيتهاجم عليك كتير عشان الفريق اللي قدامك يعوض. اشيربي عندك جاهز، بتسيبه جنبك وتنزل ديفراي اللي لا اله الا الله في اسبانيا النهارده لفت بيه. يعني كان ناقص اي حد من المدرجات ينزل هيلف بيه ويشوط، هيلف بيه ويشوط. تمام. النقطه الثانيه، انا انزاجي قلت لك في الفيديو اللي قبل الماتش، قلت يعني ايه، احترم اتلتيكو بس يعني ما تحترموش زياده عن اللزوم. لا، انت النهارده بتشكيلك ده انت ما احترمتوش خالص. ان انت في ماتش زي ده لازم يبقى عندك توازن، ولازم يبقى عندك ورقه رابحه بحيث ان انت تشوف ماتش ماشي ازاي تحتاجها. تقوم انت بادئ بدامفرز ودي ماركو فاتح بقى ايه، دارميان ممكن يبتدي على حساب جبهه منهم، والتاني موجود. الماتش احتاجت ينزل لك هو فول باور الكلام ده، لكن اللي حصل ايه، انت جيت الاثنين بعد الدقيقه 60 والدقيقه 70 انتهوا، خرجتهم. خلاص ما عادش عندك وينج باكس. وديت لي بافار يلعب وينج باك يمين اللي هو نسى اصلا المركز ده. تمام. وديت لي دارميان يلعب وينج باك شمال. خلص. تمام. فده غلطة، ده غلطات التشكيل. نيجي بقى لغلطات التغييرات. هو قسم علينا النهارده. الحمد لله ربنا هداك وافتكرت ان عندك اتشيربي، قمت منزله. تنزله بقى ايه، يعني احد اسوأ التغييرات اللي شفتها من انزاجي، نزلته مكان باستوني. باستوني الشخص اللي بيعرف يطلع بالكوره، الشخص اللي بيعمل لونج باس، الشخص اللي بيعمل لك زيادات، قمت منزله مكانه الشربي اللي هو 36 سنه، ويعني بيديك النفس الاخير، بتطالبه يطلع ويرجع، يطلع ويرجع. ليه؟ ليه ما ينزلش مكان ديفراي اللي كان عامل مجازر، ونسيب باستوني عادي ونلعب بقى اللعب بتاعنا. تمام. زودت الطين بله وقمت مطلع دي ماركو. قتلت انت الحته الشمال بقى اللي كده كان فيها اتنين بيطلعوا، دي ماركو وباستوني بيقعدوا يطلعوا يعملوا جبهه والكلام ده كله. قتلتها، موتها خلاص. وشويه قمت طلع دانفز، وادي كمان اليمين يا جدعان. تمام. نيجي للنقطه الثالثه. اوكي، شفت ثلاثي النص تعبان. احنا نتكلم على اللعيبه بعدين، بس خلينا نتكلم. شفت الثلاثي بتاع النص، مختريان، باريلا، هكان، تعبوا. هتجيب واحد من جنبك، جبت فراتيزي، ادي اول واحد. تمام. التاني مين اللي بيلعب على طول واللي كلنا عارفين ان هو بيلعب ورجله في الملعب وادى مؤخرا وجاب جوان؟ اصلاني. لا، نسيب اصلاني جنبنا. جبنا كلاسن في ماتش عودة دوري أبطال أوروبا، بتجيب كلاسن ينزل تغييرك. تمام. هل يبقى كده غلطات في التشكيل، غلطات في التغييرات، ولما فكرت ونزلت اتشيربي غلطات في تمركز اللاعبين جوه الملعب، بتقتل الحتت القوه بتاعتك. بقى انت بقى خمسه مسطره جنب بعض كده. هو كل فين وفين بيسك كان بيطلع يدينا طلعه. تمام. لكن غير كده ايه، خمسه واقفين صف. تمام. نيجي بقى للمصيبة الكبيرة، وهي اختيارك للعيبة اللي هتلعب ضربات الجزاء. أنا معاك في أول لعيب إن أنت اخترت هكان، أحسن واحد عندك يخش يشوت يخش يشوت. لكن أنت عندك معروف واحد هكان، اتنين لوتارو. ومعروف إن لوتارو مش موفق الفترة الأخيرة في ضربات الجزاء. ده أنت يا راجل عامل عليه خطط لما يضيع ضربة الجزاء نجيبها إزاي. بس هو لازم يشوت.
تقوم يا محترم تخليه يشوط الخمسة، يشوط الضربة اللي هتبقى ضربة حاسمة. ليه ما يخشش وراها؟ كان ضيع ما ضيع كالعادة. ما تفاجئش اما ضيع، على فكرة ما تفاجئش. ضيع ما ضيعش، خلاص ضيع هنتصرف. تدخل واحد ثقته النفسية في ضربات الجزاء صفر يشوط الأخيرة. تمام. الحاجة التالتة، انت عندك ما شاء الله، عندك بافارد بيشوط، عندك فراتيزي بيشوط، عندك آه، مين تاني، عندك بيسك بيشوط مع منتخب ألمانيا، عندك ديفراي بيشوط. يعني ايه اتفاجئ ان الضربة التالتة كلاسن اللي يخش يشوطها؟ اقسم بالله لو سألت 100 واحد، ما واحد هيتوقع انه يشوط. انا شفت كلاسن مثلا، قلت كلاسن ده هيبقى ايه، ربنا بس يعني يبعد عننا ان احنا نوصل للثامنه ولا التاسعه اللي هو هيضطر يشوطها. يخش الثالثه، يخش الثالثه. ليه؟ ليه كلاسن يخش يشوط الثالثه؟ لعيب ما جاش، انا مش فاكر له اي شيء، يخش يشوط ضربه ثالثه في ماتش عوده دوري ابطال اوروبا. ليه؟ وسانشيز ماشي يعني، رغم يعني ماشي، بس كلاسن ليه؟ ما نزلتش ليه اصلاني اصلا مكانه؟ واصلاني دوت بيشوط والكلام ده كله، كان ممكن هو يخش يشوط. ليه كلاسن اصلا اللي انت اصلا مش معتمد عليه، ليه تحطه لنا في ماتش زي ده يلعب ويشوط ليه؟ فطبعا كل اللي انا قلته دوت ادى الى اللي احنا شفناه. خروج مذل، خروج بشع، خروج مفضح، خروج شكله وحش قوي بالفرقه اللي الناس كلها بتتكلم عنها. بنت انزاجي باللي عامله، تضيع كل ده بخروج زي ده. عارف انت لو لعبت ماتش، يعني ماتش بقى اللي هو وخرجت على دماغي، هنعمل ايه؟ لكن انت استهنت بالفريق استهانه مش طبيعيه. والنبي يا جماعه اتفرجوا على الفيديو بتاع ماتش جنوة. قلته الكوره كده، هي الكوره معروفه، مهما كنت نزلت فرمت تكسب، مهما كنت نزلت مش عايز اقول كلمه تانية تخسر. تتسطر معاك مره في ماتش زي جنوة يبقى ناخد بالنا. لكن تفتكر ان انت اللعيبه دي بقى، نيجي للعيبه، تفتكروا ان انتوا بالتهاون ده والاستهتار ده هتعدوا برضه؟ هي مش عافيه. الفريق اللي قدامك هيعمل اللي عليه، هيكسب وهيروحك على ميلان بقى. اقعد بقى انت مع ليتشي بقى وساسولو وسالنتانا بقى واربعات وخمسات وعيشوا في الوهم، مفيش مشكله. لكن ما جيت بقى البطوله اللي بجد مع الكبار، واللي الناس كلها بقى فاكراك بقيت واحد منهم، تظهر المستوى ده. رايحين انفرادات، بدل الانفرادات اتنين وتلاته وبنشوط في ايد الجون. مفيش. باريلا يتنطط يمين وشمال وعايز بقى يكعب ويروح على الكوره بقى وما يرجعش والكلام ده. يعني يعني لو طاروا كان لحد ما بيحاول يدي الناس اللي معاه، بس ترام استهتار وضحك مع الناس، مش مركز في الماتش. يعني انا ما اعرفش، يعني انا ما اعرفش انتوا يعني المستوى اللي لعيبه الانتر ظهرت بيه دوت ده جاي منين؟ يعني انا ما شفتش الشوط الاول، انا حصل لي ظروف ما شفتش الشوط الاول والحمد لله ما شفتوش. بس انا توقعي ان من ساعه ما دي ماركو جاب الجون الانتر اتغير. الانتر خلاص قال لك ده ماتشي. حتى لما دخل فيه التعادل بعدها دقيقتين قال لك ده برضه ده ماتشي. وانزاجي بيعمل التغييرات على اساس ان ده برضه ده ماتشي. لا يا جدعان، مش ماتشك، مش ماتشك. انت عملت تشكيل غلط، نزلت لعيب عندك احسن منه، اتلف بيه في الدقيقه 87 وتحط الجول. وغير ان كان فيها كوره في العارضه، غير ان سومر شال كوره واثنين وثلاثه. انت كان ممكن تطلع بفضيحه. انت كان ممكن تطلع مثلا ايه 4-1 5-1 مثلا لو الدنيا كانت ماشيه معاهم. بس انت ما جبتش غير جون في ماتش الذهاب، عشان كده ده اللي حصل فيك. وعملت تشكيل غلط وعملت تغييرات غلط وشدك لمنطقه لضربات الجزاء، واخترت لعيبه تشوط غلط، غلط في غلط في غلط في غلط. النتيجه ايه؟ خلاص لم العيال بتوعك دي وارجع على ميلان بقى، ويتقال عليك بقى فريق محلي، ويتقال عليك مالكش في اوروبا والكلام ده. يعني يعني مش عارف، يعني حسبي الله ونعم الوكيل طبعا. وخلاص يعني السيزون بقى ماسخ. طبعا فرحان بالدوري، طبعا فرحان بالنجمه الثانيه،
بس الفريق ده يستحق يروح لأبعد من كده بكتير بكتير. لكن هو انا واحد على فكره، انا لا بفهم تحليل ولا بعمل أي حاجه. انا واحد بشجع الانتر بقالي يعني فوق ال 20 سنه، ما بتفرجش غير على ماتشات الفرقه دي، وعارف لعيبتها والكلام ده كله. فالحاجات اللي انا كنت بقولها، يا جماعه احنا محتاجين مهاجم تالت، يا جماعه احنا لما بنتدلع ممكن الترابيزه تقلب علينا، انا مش ما اعتقدش ان انا كلام محتاج اخد ماسترز يعني عشان اقوله. بس انا اللي مستغربه ان يعني سيموني انزاجي مش شايفه. اللي انا بستغربه ان الاداره ما شافتش ان هم محتاجين مهاجم تالت. انا مستغرب ده. وهم بيبصوا حواليهم كل الناس عندها 3 مهاجمين وفي عندهم 4 واحنا عندنا 2 بس. يعني ليه طيب؟ يعني دلوقتي لو اي لعيبه لو طرد يجي له مزق هو كمان، هنلعب بايه؟ هنلعب بترام وسانشيز؟ ما هو ما فيش كده، وانت خطتك مبنيه على 2 مهاجمين. مش عايز اعيد وازيد. أه... قدر الله ما شاء فعل. يعني خلاص خرجنا، وهنكمل الكام ماتش اللي في الدوري بقى، اللي ما اعرفش اصلا هنتفرج عليهم ولا لا. ونتمنى بقى ان سكواد الانتر الموسم الجاي يبقى اقوى بالتدعيمات اللي حصلت. بس هو الموضوع يسد النفس يعني، وانا ما اعرفش اصلا اللعيبه دي هتنزل الملعب تاني ازاي بعد الخروج المهين اللي حصل. دايما وابدا فوز انتر، و يعني ان شاء الله اللي جاي احسن. يلا تصبحوا على خير.